السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. عيد مبارك سعيد على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين حبايبي. عيد مبارك سعيد عليكم، أعاده الله عليكم باليمن والصحة والبركات والسعادة وكل ما تتمنوه في حياتكم وفي صحة جيدة خاصة. أهلا وسهلا بالجميع حبايبي، نورتونا وشعشعتونا. مرحبا بالجميع، عيد مبارك سعيد وكل سنة وانتم طيبين. بداية الفيديو حبايبي نبدوها بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعواتنا لإخواننا في فلسطين وفي غزة كل سنة وهم منصورين إن شاء الله. اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم منصورين يا رب. كل اخواننا اللي انضموا معنا جد في القنوات متاعنا، نورتونا وشعشعتونا، كل سنة وانتم طيبين. مرحبا بالجميع. الفيديو متاع الليلة هو مخصص للمرأة أكيد، ومخصص للعادات والتقاليد العربية. وأنا اليوم مش نحكي لكم على عادة تونسية للمرأة التونسية، وهي حق الملح. عدد من البلدان يعرفوا هذه العادات، ومن ضمن العادات الموجودة في تونس عنا عادة حق الملح. احنا نعرفوا دايما المرأة يعني هي وردة، هي رقيقة وتحب هو انه نحسوها انها عندها قيمتها في البيت، عندها قيمتها بين اولادها، عندها قيمة في عين زوجها خاصة. لأنه وقت اللي المرأة تكون عندها قيمة في عين زوجها، الأطفال يورثوا هذه العادات الجميلة اللي يشوفوها بين الأب والأم. النساء في العادة ما يطلبوش يعني الثناء أو الشكر على أعمالهم، في قرارة نفسهم نعم يطلبوها، وماذا بيهم ديما يحسوهم يعني الرجل أو حتى العائلة المقربة تحسسها بوجودها، بقيمتها، بمعاملتها، شوية شكر يعني. هذا يرفع من معنوياتها، يرفع من قيمتها قدام نفسها زيادة، حتى ولو تكون هي عندها ثقة في نفسها وعندها تعرف قيمة نفسها. ديما التشجيع ضروري منه، احنا دايما نقول التشجيع ضروري منه للأطفال، للمراهقين، للنساء والرجال بصفة عامة. يعني الرجال زادة، العديد من الرجال يحبوا الثناء من طرف زوجاتهم في شغل عملوه، في ترافو عملوه في الدار، في تعب قاموا به. المرأة زادة كذلك هي إنسانة كأيها الناس، وعندها نوعا ما من الكبرياء، ما تحبش تطلب هذا الثناء وهذا الشكر، ولكن يبان عبر معاملتها مع زوجها، مع أولادها، مع عائلتها المقربة والمكبرة زيادة، مع أصدقائها. دونك تحب يعني في قرارة نفسها أنه يكون على الأقل يعني من أقل واجباتنا احنا باش نشكروا المرأة. يعني امرأة ونحب زيادة شكون يشكرني يعني دو طون طون، يعني مرة مش كل صباح ونشكرك، نو. فما وقت معين يلزم تكون المرأة قيمتها كبيرة قدام أولادها عن طريق الأشخاص البالغين في البيت. رغم أنه اللي تعمل فيه المرأة واجب، ولكن يعني كما قلنا أقل واجب زيادة الرد المعروف، ويعني ونشكرها المرأة على صبرها، على تحملها، على المجهود اللي تقوم به في البيت وخارج البيت، خاصة فما نساء يخدموا خارج البيت وجوا البيت. دونك نعم يعني محتاجة نحسوها بقيمتها، وانه البيت من غيرها ظلام، خصوصا في شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك اللي هو فيه عدد من العادات، وخاصة
عادة حق الملح. عادة حق الملح هذه معروفة في البلدان العربية وخاصة في تونس. قدامكم المكتوب على الشاشة، ولكن أنا مش نعطيكم زيادة بعض المعلومات على هذه العادة الجميلة اللي هي تورثناها يعني احنا زيادة من أجدادنا، واللي هي نوع الماء يعطي قيمة كبيرة للزوجة وللتعب متاعها، وخاصة لتذوق الأكل بدون ما تفطر في شهر رمضان المبارك. عادة حق الملح اللي هي عادة فيها هدية. بيان سور الهدية عمرها ما تكون بالقيمة متاعها. هي الهدية نوع ما تنجم تكون أبسط هدية، ولكن تكون من أجمل الهدايا، خصوصا أنه قيمة الهدية هو الاعتراف بالمعروف والاعتراف بالمجهود اللي قامت به المرأة طوال شهر رمضان المبارك، كي تجدد وتنوع في الأكلات متاعها وتفرح عائلتها المصغرة والعائلية زادة. دونك هذا نوع من أنواع الهدية البسيطة اللي يعني كما قلنا يعني قيمة الهدية هي في التفكير جستمون أو الاعتراف بالمعروف فقط. عادة حق الملح تعود تسمية حق الملح إلى اضطرار المرأة أحيانا عند إعدادها الطعام لأسرتها خلال شهر رمضان إلى تذوق الأكل دون ابتلاعه للتأكد من اعتدال ملوحته. ولا تقتصر عادات التونسيين في عيد الفطر على صنع الحلويات وشراء ملابس الأطفال والتزاور فقط، والتي تشترك فيها جميع الدول العربية تقريبا، بل يحرصون على المحافظة على عادات قديمة خاصة ورثوها جيلا بعد آخر، أهمها عادة حق الملح. فما قصتها؟ تشقى النساء في شهر رمضان المعظم ويتعبن من أجل تقديم ما لذ وطاب لعائلتهن مع قضاء شؤون المنزل رغم تعب الصيام دون تذمر، مما جعل التونسيين يخصصون عادة في يوم عيد الفطر تسمى حق الملح، تكريما لزوجاتهم واعترافا لهن بالجميل وتقديرا لتعبهن طوال شهر رمضان المبارك. أما طقوس حق الملح، يخرج الرجال مبكرا لأداء صلاة العيد، وتبقى النسوة في البيت للاهتمام بملابس الأطفال وتحضير الطعام وترتيب البيت ووضع البخور ثم تتزين وتلبس ملابس جديدة، ثم تحضر ربة البيت القهوة والحلويات في انتظار عودة الزوج. وعند عودته يحتسي الرجل القهوة مع أفراد العائلة، لكنه لا يرجع الفنجان فارغا، بل يضع فيه خاتما أو قطعة مسوق ذهب أو نقود ليكون هدية لزوجته تعبيرا منه على امتنانه وشكره لها على مجهودها الذي بذلته خلال شهر رمضان المبارك. تقول سيدة اسمها علياء من محافظة منوبة: يحرص زوجي كل عام على إعطاء حق الملح، اقتداه بوالده رحمه الله الذي لم يتخلى عن تلك العادة طوال حياته. وتضيف ضاحكة: الحمد لله أن حماية كان حريصا على هذه العادة الجميلة وورثها زوجي عنه، فنحن النساء نستحق هدية العيد ولو كانت رمزية، لكنها ليست ضرورية، لأن ما نقوم به واجب تجاه أسرنا، لكن لا بأس بلفتة جميلة تزيد من قوة الترابط الأسري. الهدف الأساسي من عادة حق الملح هو الاعتراف بالجميل للمرأة، وليست نوعية هدية في حد ذاتها، فهي تختلف من بيت إلى آخر حسب ذوق الرجل وظروف المادية، فمنهم من يقدم خاتما من الذهب، والآخر قطعة فضية، ومنهم من يضع نقود في الفنجان، وواحد يكتفي بشراء ملابس جديدة لزوجته أو يعطيها ثمن قطعة ذهب أو لباس. يضيف صديقنا عبد القادر 55 سنة من تونس: أنا حريص على عادة حق الملح لأنني أرى بعيني كم تتعب زوجتي من أجلنا في رمضان، ونحن الرجال مهما فعلنا لن نوفيهم حقهن بصراحة، وأقل واجب هو تقديم حق الملح لهن كي لا نكون ناكرين الجميل، وتحس الزوجة بقيمة ما قدمته لبيتها.
ورغم تراجع ممارسة بعض العادات والتقاليد والتي اندثرت كثيرا منها، فإن عادة حق الملح ما تزال تقاوم الاندثار، وما زال كثير من التونسيين يمارسونها كل سنة ويحرصون على توارثها عبر الأجيال. هدية حق الملح هي هدية تقدم للمرأة يوم عيد الفطر المبارك، وهي تسمية رمزية تعود إلى اضطرار المرأة أحيانا عند إعدادها الطعام لأسرتها إلى تذوق الأكل دون ابتلاعه للتأكد من اعتدال ملوحته. وهكذا تكرم المرأة التونسية في يوم العيد. كل سنة وأنتم طيبين. عيد مبارك سعيد حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم بالخير والصحة والهنا يا رب، أنتم وعائلاتكم كلكم حبايب قلبي. نحبكم برشا برشا ونموت عليكم. كل سنة وانتم طيبين. عيد مبارك سعيد. إلى هنا ينتهي الفيديو نتاعنا. إن شاء الله وفقنا في هذا الفيديو. شكرا جزيلا للمتابعة. مع السلطانة هيام في كل مكان. نلتقي حبيب قلبي. خلوا السعادة عادة والتفاؤل أسلوب لحياتكم. نحبكم برشا ونموت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.